بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اهم حاجه ما تنسوش قبل ما ابدا الفيديو باذن الله معاكم، ما تنسوش اهم حاجه في اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو بعد اذنكم، عشان يوصل لاكبر كم مشاهده ان شاء الله. هنبدا معاكم ان شاء الله ببرج الجوزاء ان شاء الله تعالى. نبدا بسم الله عشان ما نتاخرش معاكم. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالطبق. بسم الله. اولا يا برج الجوزاء، عندك يعني بص انا هقول بالنسبه للحياه العاطفيه ان شاء الله ان شاء الله تعالى عندك في علاقه عاطفيه جديده حلوه ان شاء الله، ربنا يكرمك منها. بس في عندك اعداء ليه العلاقه ديت، في ناس كتير واقفين لك فيها اهو. بص العيون مصدره فين فيها اهو على العلاقه دي، تمام اهو. انت اهو عندك فرحه اهوت، في فرح في حد فيكم في برج الجوزاء ان شاء الله، في فرحه قريبه ان شاء الله. في اهي لبس عروسه اهي كمان اهوت، ربنا يكرمك باذن الله. البنات ان شاء الله برج الجوزاء باذن الله ربنا يكرمهم باذن الله بفرحه قريب ان شاء الله، في فرحه قريبه. بس انتوا عندكم بس حسد اهو، حسد وغيره كتير في اللي يعني حواليكم، يعني انت الفرحه قريبه كده كده ان شاء الله، بس عندك شويه حسد بس وغيره ان شاء الله، ربنا يبعدك عنهم ان شاء الله، يجعل كيدهم في نحرهم باذن الله. وعندك كمان اهوت اللي في ناس اللي هي ربنا يعني يكرمهم باذن الله، في كمان في اللي ربنا ما قررش يعني الخلف او كده، ربنا يكرمهم باذن الله عن قريب باذن الله ان شاء الله. برج الجوزاء اهوت ان شاء الله ربنا يرزقكم بالخلف الصالح باذن الله. وعندكم كمان يا برج الجوزاء اهو، تشوفوا اللي عندكم عدوين صعبين قوي، في بعض منكم عنده السحر يعني صعب قوي، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بالظبط. يعني هو عندكم سحر على يعني التعبانه الصعبه، شوف عامله ازاي زي الديناصور بالظبط، شوف سبحان الله. يعني عين كمان في عين شوف سبحان الله اهي، شوف عامله ازاي محاوطه على حياتكم دي. حد قريب منكم هو اللي عامل لكم الحاجه ديت، هو اللي دايما بيخرب في حياتك، هو دايما بيستقصد يعمل لك اي حاجه وحشه في حياتك، بس ربنا ينجدك منهم باذن الله. بس قول يا رب ان شاء الله. اهو كمان وطالع لك تاني اهو، شوف عامل ازاي اهو، بص لك في حياتك رقبتهم طالعه في حياتك نفس، يعني هم قرايب خالص من الدرجه الاولى، يعني ازاي يعني اقرب الاقربين اليك اهو، تشوف عاملين ازاي حاطين على حياتك، تمام اهو. بصين لك في حياتك يعني كل حاجه نظرين لك فيها، قاعدين دايما ليل نهار قاعدين ينقوا عليك وبيتكلموا عليك ال 24 ساعه في ال 24 ساعه اهو. بس ان شاء الله ربنا يطلعك منها على خير ان شاء الله، وربنا يسترها عليك باذن الله. ده بالنسبه للطبق. نجيب بقى بالنسبه للفنجان. بسم الله. هنا كمان عندك كمان يا برج الجوزاء باذن الله باذن الله. بص انت بالنسبه لطريق العمل باذن الله ربنا فرجها عليك اهوت، وطريقك سالك باذن الله ان شاء الله. ربنا يرضيك ان شاء الله، في رزق جاي لك واسع ما شاء الله عليك. في 2023 جاي لك حظك حلو في السكه ان شاء الله، جاي لك في الطريق بتاعك جاي لك حاجه حلوه جميله قوي. وعندك حرف الايه اهو، حد في حرف الايه في طريقك، هو ده اللي هيوصلك للي انت عاوزه، او هو ده اللي هيوصلك للشغل ده، او الدرجه اللي انت هتروح فيها في العمل ان شاء الله، ربنا يسترها عليك ان شاء الله، وهو اللي هيوصلك لكل حاجه حلوه باذن الله. بس خلي بالك يعني. وكمان يا برج الجوزاء عندك اهو، شوف دايما برضو ظاهر لك برضو نفس الكلام اهو، واحده حيه اهيت بتلعب عامل زي اللي هم 44، شايفها طالعه لك فين. بس دي مش عدو، دي مش عدوة من الدرجة الأولى، دي بقى عدوة تانية، يعني واحدة تانية صاحبتك أو صاحبتك عاملة نفسها حبيبة، وهي إيه، وهي واحدة شرانية بتكره لك الخير، عاملة صح لسانها حلو، بس هي أصلا عدوة ليك كبيرة من الدرجة الأولى برضه، بس مش قريبتك، دي صاحبتك صاحبك أي حاجة، هو حد يعني إيه، مش من العيلة بتاعتك، مش من دمك. وعندك بص الناس في كلام كتير برضو عندك يا برج الجوزاء اهو، كلام كتير محاوطينهم اهو. بس وعندك بسم الله ما شاء الله كمان، يعني غير كده الكلام وده كله، واللي حايش عنك الخير او حايش عنك الحاجات الحلوه دي كلها، اللي هم اللي انا قلت لك عليهم، مش 3 اشخاص اللي انا قلت لك عليهم دول. بس ان شاء الله ربنا عندك طاقه مراهيه ربنا يفرجها باذن الله. وانتوا طبعا انتوا ناس طيبين جدا، يعني قلبكم ابيض فيكوا، يعني انتوا دايما مظلومين، دايما الناس ظلماكم،
بس ربنا ينصرك عليهم باذن الله، ان شاء الله تعالى باذن الله ينصرك عليهم نصره كبيره حلوه قوي قوي قوي. وعندك طبعا اهوت، بص انتم في منكم عندكم، في حد عندكم بصوا اهي، واحده اهي، شوفوا طالعه لكم فين، في قلب الفنجان من تحت، في قاع الفنجان نفسه. يعني عندكم واحده، الواحدة دي يعني عين كبيرة اهي، شوفوا عامل ازاي، رصدلك في حياتك ورشقة في حياتكم، خلي بالكم منها. البني آدمة دي ربنا يعافيكم منها بإذن الله. هي سماها قاتل اللي عملت لك مكيدات قبل كده كتير، بس ربنا نجدك منها يا برج الجوزاء، ان شاء الله ربنا ينجدك منهم بإذن الله. وانت دايما كمان يا برج الجوزاء كمان عندك ايه، تشغل نفسك بحاجات كتير، يعني انت دايما بتفكر ما بتريحش دماغك، يعني دايما فكر على طول 24 ساعة، دايما بتفكر، دايما في حاجة قلقاك، بس ان شاء الله ربنا يزيح عنك الغمة دي كلها ويفرجها عليك بإذن الله الأيام القادمة بإذن الله يا برج الجوزاء. وان شاء الله انتظر ان شاء الله ربنا هيجيب يعني كده، يجعل كيدهم كده في نحرهم ان شاء الله. انت عندك ان شاء الله ربنا هينصرك من الظلم اللي انت عندك ده موجود معاك على طول، بس ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم. بس خلي بالك بقى من حرف الايه، لان حرف الايه ده هو اللي هيساعدك، هو صديقك، هو الحاجة الحلوة اللي في حياتك، خلي بالك منه يا برج الجوزاء. وان شاء الله ربنا يكرمكم تاني، وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد باذن الله. لو عجبكم الفيديو متنساش في اللايك بالله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.